السلام عليكم. تصريح خطير من حسام حسن يصفع به الإعلام الزملكاوي بسبب إمام عاشور، وينتصر للنادي الأهلي بعد فوز المنتخب المصري على بوركينا فاسو. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. بعد فوز المنتخب المصري على منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته ب9 نقاط. فقد صرح حسام حسن وأدلى بتصريحات لإذاعة الشباب والرياضة وقال: أنا سعيد للغاية وفخور بفوز المنتخب المصري على بوركينا فاسو، ولكن أكثر ما أغضبني صراحة هو الإعلام الزملكاوي الذي يحاول الوقيعة بيني وبين إمام عاشور. فأنا أخرجت إمام عاشور لأنه حس بألم في العضلة الخلفية وكان حزين بسبب هذه الإصابة، ولم يكن حزينا بسبب تغييره، ولقد دعمته بعد انتهاء هذه المباراة واحتضنته أيضا. واندهشت من الإعلام الزملكاوي وخاصة رضا عبد العال الذي يهاجمني بسبب أو بدون سبب من أول ما توليت تدريب المنتخب. فهذا الشخص يكرهني ويكره إبراهيم أخويا، وكمان بيكره النادي الأهلي، وهو حاقد على كل ما هو ينتمي للنادي الأهلي، لأن القوام الرئيسي من المنتخب المصري من النادي الأهلي. وهو كان بيطالبني إن ناخد شيكابالا ودونجا وعمر جابر وكل لعيبة الزمالك على حساب لاعبة النادي الاهلي، وبيطالبني ان انا ما لاعبش امام عاشور اساسا. فهو ما عرفش يوقع بيني وبين امام عاشور. قال لك ان امام عاشور طلع غضبان ومش عايز يسلم علينا. اهو امام عاشور انا اخدته بالحضن بعد المباراه يا رضا يا عبد العال، انت والصفحات المأجوره، وما فيش حد هيقدر يوقع بيني وبين لاعبة الاهلي. وفي النهايه لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناه ليصلكم جديدنا.